الزمالك بطلا للدوري العام. الزمالك يفعلها. الزمالك يثبت أن الفساد والسطوة الإعلامية ليست هي الحل. الزمالك يكسب الدوري العام على حساب الأهلي صاحب ال 43 مليون دولار من قيمة لاعبيه، ويكسب أيضا على حساب بيراميدز صاحب 22 مليون دولار. الزمالك بعد إيقاف قيده 18 يحقق انتصار غالي، يحقق انتصار كاشف، يحقق انتصار يعلم الجميع أن الأمر ليس خارج الملعب. الفوز والانتصار الحقيقي ليس خارج الملعب. يمكن أن تنتصر خارج الملعب ثم تحصل على بطولة، ولكن هذا ليس نجاح وليس انتصار. الزمالك ينتصر داخل الملعب فقط، لا يساعده أحد، لا يساعده إعلام، لا تساعده دولة، لا يساعده أحد، لا يساعده الدولة في إعطائه ما يريد من أموال. الزمالك يحقق انتصار غالي وبطولة هامة. ألف مبروك للزمالك، وألف مبروك أيضا لبيراميدز صاحب المركز الثاني وصولهم لدوري أبطال أفريقيا، ولا عزاء لغيرهم. الثالث في الدوري هو الأهلي، سوف يذهب إلى الكونفدرالية. الأهلي سوف يلعب مع البط الكيني والرز الأثيوبي. الأهلي سوف ينفق عشرات الملايين من الدولارات هذا الموسم القادم لكي يذهب ليلعب مع البط الكيني والرز الأثيوبي، وإعلامه سيسوق هذا إلى جماهيره أنه نجاح وأنه انتصار وأنه استفاقة بعد كبوة. هذا الأمر يجب أن ينتهي، لكن أعتقد أنه الإعلام سوف يبرر ما حدث هذا الموسم بأنه دوري وفى، دوري موجه. هذه إعادة الفشلة، هذه إعادة الأفاقين، هذه إعادة الكذبة. الدوري ذهب لمن يستحقه. ألف مبروك للزمالك، وهارد لك لمن بعثر أموال طائلة لكي يحقق نجاح زائف. شكرا جدا لكم.